السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ إليكم اليوم 10 من أسوأ المخدرات التي تعاطاها البشر. لطالما سمعنا عن عقاقير مخدرة وأعراضها الجانبية التي غالبا ما يبالغ في وصفها لجعلها تبدو كما لو أن جرعة صغيرة منها ستؤذيك مدى الحياة، لكن في الواقع هناك مخدرات أسوأ بكثير من تلك التي يعرفها الناس، وفيما يلي سأعرفكم على 10 منها. في المرتبة 10 زولبيدم. إن كنت ترغب بالسير نائما أو القيادة نائما أو فعل أي شيء آخر وأنت نائم، فزولبيدم هو المخدر الذي يناسبك. زولبيدم معروف باسمه التجاري أمبين، وهو عقار منوم تم تطويره ليكون بديلا عن الفاليوم، لكن ليس كل الناس كبعضهم، ولذلك فإن تعاطي البعض لزولبيدم قد يعرضهم لتجارب جنونية متعددة أثناء نومهم، وهناك قصص جنونية تتحدث عن ذلك يمكنك إيجادها إن بحثت قليلا، وتتراوح ما بين حوادث سير سببها القيادة أثناء النوم والرسم في أنحاء المنزل بقلم حاد. الشيء الأكيد هو أن هذا المخدر ليس بمزحة. في المرتبة 9 هرمون تنمية أجسام البشر. هناك هرمون في جسم الإنسان مسؤول عن نمو الجسم، لكن بعض الناس كالرياضيين وهواة بناء الأجسام يعرف عنهم حقن أجسامهم بمزيد من ذلك الهرمون الطبيعي لمساعدتهم في التعافي من الإصابات وتحسين أدائهم وتضخيم عضلاتهم إن كانوا من بناة الأجسام. المشكلة هي أن ذلك الهرمون لا يضخم العضلات فحسب، بل كل شيء في الجسم: القلب، الرأس، اليدين، القدمين، المعدة، الأمعاء، كل شيء. ذلك يجعل بناة الأجسام الذين نراهم اليوم يبدون كالنساء الحوامل بسبب انتفاخ بطونهم، وبسببه تصبح الملابس التي كان يرتديها المتعاطي في السابق غير ملائمة له. والأسوأ من كل ذلك هو أنه لا يمكن استعادة الحجم الطبيعي للجسم، فالمفعول غير قابل للعكس. في المرتبة 8 سكوبولامين. هل تخيلت يوما أن تكون قادرا على محو ذاكرة الناس بحركة بسيطة؟ تبين أن ذلك ممكن. سكوبولامين هو عقار يسبب فقد الذاكرة والقابلية للإيحاء، لكن أكثر ما يثير الاهتمام فيه هو أنه لا حاجة لحقنه أو ابتلاعه كحبة دواء، فكل ما عليك فعله هو نفخ مسحوقه في وجه من تريد، ولن يتذكر ما الذي يفعله أو أين هو. طبعا اللصوص في كولومبيا بدأوا يستعملونه لسرقة ضحاياهم وحتى تسخيرهم للمساعدة في سرقة منازلهم، وفي اليوم التالي سيقسمون لكم بأغلظ الأيمان أنهم لا يتذكرون شيئا مما جرى. في المرتبة 7 كروكوديل. إنه عقار محضر بطرق رديئة ذو مفعول مشابه للهيروين، لكن له تأثير جانبي وهو تآكل لحم متعاطي. لجأ متعاطي الهيروين الروس الذين ما عادوا قادرين على شراء الهيروين لسد حاجتهم الإدمانية إلى الكروكوديل كبديل رخيص يلبي حاجتهم. كما يمكنكم أن تتصوروا، لا يمكن لمزيج مطبوخ في المنزل أن يكون تحفة خالصة، بل هو مسحوق مقيت، وقد سمي بهذا الاسم المستوحى من اسم التمساح لأنه يجعل جلد المتعاطي حرشفيا وأشبه بجلد الزواحف، حيث إن نتاجه الثانوي السام يتسبب بتآكل الجلد، وتعاطيه بكثرة يؤدي لموت خلايا الجلد، وفي بعض الأحيان تعفن اللحم وصولا إلى العظام. نتائج ذلك مزعجة حقا. في المرتبة 6 جوزة الطيب. هذا التابل الموجود على الأرجح في خزانة مطبخك يسبب الهلوسة، وعليك أن تعرف الأعراض الجانبية التي قد تصيبك. في حين أن جوزة الطيب تعد بديلا قانونيا رخيص الثمن عن المخدرات الشهيرة، إلا أن التجربة التي ستختبرها عند تعاطيه لن تكون ممتعة على الإطلاق، إذ إنها تمثل نوبات من الانفصال عن الواقع وتؤدي لقلق شديد وشعور بقرب الأجل، وتتضمن الأعراض الأخرى خفقان وتسارع نبض القلب وجفاف الفم والغثيان. يبدو أنه من الأفضل الاكتفاء باستخدامه في الطهي. في المرتبة 5 برومو دراغون فلاي. سمي بهذا الاسم لشبه الجزئيات المكونة له بحشرة اليعسوب. مفعوله يفوق مفعول مخدر LSD بأشواط، ونوباته تدوم أحيانا ل3 أيام كاملة، يمر المتعاطي خلالها بتجارب عصيبة. آثاره الجانبية تتضمن تشنج العروق وانقباض الأوعية الدموية، وقد يصل لمرحلة يتطلب بها بتر أطراف في الحالات الخطرة. له آثار جانبية عقلية أيضا، وقد وصفت نوباته بالشعور بالانجرار إلى الجحيم والعودة منه.
في المرتبة الرابعة الماريخوانا المركبة شديدة التأثير الديميثيليبتيلبيران، نوع من الماريخوانا من تركيب الجيش الأمريكي ذو مفعول شديد لدرجة أن مليغراما واحدا منه يمكنه منع الجنود من أداء واجباتهم لمدة تصل إلى 3 أيام. في الفترة ما بين الخمسينيات والسبعينيات أجرى الجيش الأمريكي تجارب على جنوده بإعطائهم عقاقير ومواد كيميائية متنوعة ودراسة النتائج. أحد تلك العقاقير كان نوعا شديد الفعالية من الماريخوانا ويرمز له اختصارا بالDMHP، يسبب أعراضا شبيهة بأعراض السكر كاحمرار العينين والشعور بالجوع والخمول، وكل ما يتطلبه الأمر لظهور الأعراض على الشخص هو مقدار 0.0002 جرام من هذه المادة. تصوروا. في المرتبة الثالثة ريمونادانت. حين يدخن أحدهم الماريخوانا فإنه يميل للشعور بالجوع وتزداد شهيته للأكل. قرر العلماء ابتكار عقار له تأثير معاكس على الجسم بحيث يقلل الشهية ويشعر المتعاطي بالشبع، وكانت النتيجة عقار الريمونادانت. نجح العقار في الحد من الشعور بالجوع وصدق عليه كعقار لتخفيف الوزن، لكن للأسف كان له تأثير معاكس لأشياء أخرى أيضا مثل السعادة. تبين أن الريمونادانت يسبب الكآبة ويؤدي للميل للانتحار، لذا سحب من الأسواق بسرعة حالما اتضح ذلك. في المرتبة الثانية الهيروين الخارق. الهيروين هو مخدر سيء جدا يسبب اليأس والبؤس لمتعاطيه، لكن ما بالكم لو أن هناك مخدرا أسوأ منه بكثير. الإيتورفين أقوى بنحو 5000 مرة من الهيروين، ويمكنه التسبب بانتشاء الشخص بمجرد الاحتكاك به. للإيتروفين مفعول تخديري مشابه لمفعول المورفين، لكنه لم يصبح دواء متداولا لأن مفعوله قوي جدا لدرجة تقتل المتعاطي فورا. يستخدم العقار كمسكن للحيوانات الضخمة، ويمكن لكمية ضئيلة منها أن تطيح بفيل يزن 3 أطنان. في المرتبة الأولى الDMP. يؤثر هذا العقار على طريقة تعامل الجسم مع الطاقة. في الأحوال الطبيعية يحول الجسم الطعام الذي نأكله إلى طاقة تحافظ على نبض القلب وحركة العضلات وأشياء ضرورية أخرى. إن أكلنا أكثر من اللازم ستكون هناك طاقة زائدة يحتفظ بها الجسم على شكل دهون مخزنة جاهزة للاستهلاك عند الحاجة. DNP هو عقار لإنقاص الوزن، كان يستخدم في الثلاثينيات لأنه يتلاعب بطريقة عمل الجسم بحيث يستهلك الجسم كل الطاقة دون أن يفعل المرء شيئا. ذلك يبدو رائعا نظريا، لكن العقار منع عام 1938 بسبب مشكلة كبيرة، وهي أنه كان يطهو أجسام متعاطيه فترتفع حرارتها لمستويات عالية وتتسارع نبضات القلب ويسبب التعرق، وفي النهاية يؤدي إلى الموت. ما يزال العقار متوفرا للطلب عبر بعض الصيدليات على الإنترنت، وهناك أشخاص ما زالوا يتعاطونه ويموتون بسببه. حفظ الله الجميع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم. إلى متابعي قناة هل تعلم، السلام عليكم. أحمل لكم اليوم نبأ سارا، فمن الآن وصاعدا سنتوقف عن إعادة رفع المقاطع التي سبق نشرها في القناة السابقة، وسنقدم لكم فقط كل ما هو جديد وحصري من المقاطع الجديدة والمفيدة المنتقاة بعناية والمتميزة بمحتواها وتقديمها عبر هذه القناة، قناة اكتشف. وللراغبين في مشاهدة الحلقات السابقة التي لم ننشرها بعد في هذه القناة فيمكنهم مشاهدتها على القناة الاحتياطية على الرابط المكتوب في الوصف أسفل هذا الفيديو. أما هذه القناة فسنعرض فيها فقط المقاطع الحديثة التي تنشر لأول مرة على قناتكم قناة هل تعلم. نتمنى أن تقضوا برفقتنا أوقاتا ممتعة ومفيدة، ونعدكم أن نبذل كل جهدنا لنقدم لكم كل جديد ومفيد من الحقائق والمعلومات من مختلف المجالات والاهتمامات. دمتم بود ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.